بسم الله وعلى مشيئة الله سبحانه وتعالى غنبدا معكم الفيديو ديال اليوم اللي هو تتم الفيديو السابق. اللي كنت درت فيه داك البلا ديال فواكه البحر. هادو هما المرافقات اللي انا درت معاه في ديك الوجبه ديال الغداء. هو الفيديو ديال اليوم طويل، وانما غير سمحوا لي ما كان عندي كي ندير نختصر منه والو لان المراحل كلها مهمه. اللي انا درت فيها نتوما كتشوفوا هاد ثلاثه ديال المقبلات، ويعني جوج المقبلات والشلاضه اللي جاوا بصراحه شي حاجه زوينه ومختلفه، لانهم الوصفه ديال البطاطا والوصفه ديال دوك ديال القلب ديال هذا عندك الجدر ديال النخل، هذا القلب ديالو شي حاجه اللي هي وصفات اللي هي اسبانيه، وبالطريقه ديال تحضير لاصوص حتى هي طريقه اسبانيه. وتبعوا معايا المراحل اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده انكم الا جربتوهم غادي توليو مدمنين عليهم، حيت بصراحه زوينين جاو وشي حاجه اللي هي مختلفه. غنمشي معكم هما المقادير اللي انا سبق لي وذكرتهم معكم، هادو المقادير ديال لاصوص. اعتذر. غنمشي معكم بحال هي دايره بحال مايونيز، صوص مايونيز اللي كتجيب مذاقات اللي هما مختلفين. فايته ذكرت معكم المقادير في الفيديو السابق وانا غنعاودهم. انا خديت هاد الطرف من الفيديو السابق غير باش نذكركم بالمقادير اللي احتاجيت لهم. هاد ثلاثه ديال الشكال ديال لي صوص. لا صوص برابا بيكانتي، يعني راه مكتوبه تما لا صوص برابا فيها واحد النسمه ديال الحار، ولا صوص باربيكيو والكيتشوب. عندي هنا جهد واحد كاس ديال العنبه ديال الزيت، وكاس ديال دانون مسوس، شويه ديال البزار وشويه ديال الملح ماشي بزاف، غير هكا بزيقه، واللي بغى يستغنى عليها يستغنى، لان لي صوص فيهم الحار والفرماج فيه الحار. وكنحتاج كذلك هاد النوع ديال الفرماج اللي هو ريكوفور، اللي كيكونوا فيها الطريفات بحال الشكل ديال الغموليه، لان حتى هو مالح وفيه البنه واحد المذاق مجهد. وكنحتاج هاد لاصوص حاره. صافي هادو هما المقادير اللي انا كنحتاج في هاد المايونيز اللي بالمذاقات مختلفه. نمشي معكم دابا للوصفات اللي هي ديال الشليضات والمقبلات اللي انا درت. غنمشي دابا نصايب معكم لاصوص كيفاش صايبتها، لاصوص ولا مايونيز، حيت هي كتخدم بطريقه المايونيز. صافي درت الكاس ديال دانون، غندير الفرماج، ني داك المقادير كلها الاولانيه اللي ذكرت معكم. كندير معلقه من هذا النوع ديال الفرماج، واللي ما عندوش يمكن له يعوضوا بشي ثلاثه ديال الحبات ولا جوج من المربع، من الفرماج المربع ولا الاخر المثلث، يعني اللي متوفر، اي نوع ديال الفرماج متوفر غيديروا. غير هو هذا النوع هذا كيكون خفيف واحد شويه، ما كيكونش فيه ديك البنه ديال الفرماج مجهده. غنضيف البزار وديك القطيره الملحه كما ذكرت قبل، يمكن لكم تستغناو عليها. غنضيف الزيت، ودابا غنقبط هاد الراس ديال الباطور وغنخدم به، واللي بغى يديرو في الطراب ديال الكاس غيدير. غير هذا كيسهل علينا لان من بعد هاد لاصوص كنفرقها. صافي ها هي لاصوص خدمتها. وحاولوا لاصوص ما تجيش في الاول ثقيله بزاف، تجي بهذا القياس اللي نتوما كتشوفوا، بحال واحد القياس اللي هو بحال كريمي. صافي لاننا باقي غنخدم فيها مقادير اخرى. صافي كنقسمها، هاد لاصوص كنقسمها على ثلاثه. كناخذ الثلث اللي انا غادي نخدم به غنزيد له المقادير وحده اخرى، دوك لي صوص اللي ذكرت قبل باش نخدم بالبطاطا، باش نخدم بدوك القلوب ديال البالمي. دابا هنا غنمشي نضيف باش ندير لاصوص غوز. كنضيف في الاول كيتشوب ودوك ثلاثه ديال لي صوص اللي انا ذكرت. ولا صوص باربيكيو تكون اقل من جوج ديال لي صوص الاخرين. وكما ذكرت في الفيديو السابق كنت قلتها، اللي ما عندوش ديك لا صوص برابا ماشي مشكله، ما غيديرهاش، وانما غيدير واحد القطيره ديال الحار، قطيره ديال لا صوص حاره اللي ذكرت قبل في المقادير. صافي ملي كنخلط انا خديت منها بهذا الشكل اللي هو ما فيهش الحار بزاف، وهذا باش رافقته مع، راكم شفتوا في الطبق القديم
يعني الوصفه ديال فواكه البحر كنت حاطه معها ولا صوص غوز اللي هي هذه، اللي باش نرافقوها مع الكروفيت، لانكم شفتوا كان مسلوق غير في الماء والملحه. اللي بغى ياكلو بداك المذاق كياكلو، واللي بغى يرافقو بهاد لاصوص راه بصراحه كيجي زوين معاها، كيرافقوا معاها. صافي هنا خليت لي الزيت اللي حطيت تما، وخليت راه الزيت راه واحد القطه ما تهزاتش ليا، انني خديت منه باش غادي نخدم عاوتاني في هاد المقبلات اللي انا درت. دابا غنمشي معكم نبدا في الشلاضه هذه الاولانيه، درتها شلاضه اللي انا احتاجيت ليها مطيشه والخس كتبقى، والخيار كيبقى على حسب عدد الناس اللي هما كاينين. كما ذكرت يعني تيبقى هذا القياس على حسب عدد الناس. انا احتاجيت 2 البيضات اللي هما مسلوقين، خياره، شويه ديال الخس، 2 ديال مطيشه. في الاخر انا استعملت غير وحده، وعندي حامضه، عندي شويه ديال المعدنوس، عندي هاد النوع ديال الفرماج اللي هو ديال الماعز. انا كنحماق عليه هاد النوع الفرماج. عندي الزيتون بلا عظم، هاد النوع ديال الشرائح اللي هما مصنوعين من الحوت، من فواكه البحر، واللي كيمكن لكم في حاله ما توفرتوش عليهم كيمكن لكم تعوضوهم بصدر ديال الدجاج غير مشحر بزيره ومليحه وكتعوضوهم به. كذلك يمكن لكم تعوضوه بالكروفيت، يعني اللي متوفر عندكم كتعوضوا بهاد الشرائح. غير هما بصراحه كيجيو خفيفين وكيجيو زوينين. صافي غادي نمشي نقطع هادشي كامل باش نديرو في يعني نقطع المقادير كلها. الخس حاولوا دائما يتقطع يعني بواحد هكا، بحال دابا انا خديت هذا الخس اللي ما كبيرش بزاف، كيكون بصراحه فتي وزوين حسن، كنقطعوه على 3 كيبقى بهذا الشكل اللي هو طريفات كبار. صافي غنمشي مع الخس كامل حتى نقطعو كامل. غنقي الخياره، بصراحه هاد الشليضات هكا كنستحلاوهم وكنبغيوهم في مع هاد الحراره اللي كاينه. الشليضات اللي هما باردين انا شخصيا ما كرهتش نبقى نتغدى بالشلاضه ونتعشى بالشلاضه، لان هاد الصهد ما بقيناش كنقدو. ملي كنحطوا شي حاجه ثقيله، مرقه ولا شي حاجه ثقيله، ما كنقدوش ناكلها. انا بعدا غير كنشوفها كتسد لي الشهيه، سبحان الله العظيم. كنفضلوا كنبغيو نهبطوا الامعاء ديالنا غير الامور اللي هي بارده. صافي انا نقيت هاد الخياره، وهاد الخيارات هكا اللي كيكونوا رقيقين ماشي غلاظ، ما كتكونش فيهم الزريعه بزاف. دائما ملي تكونوا كتشريو الخيار بالنسبه لي راه تبارك الله حنا النساء راه هما كيعرفوا هذا الشيء كله، غير اللي ما فراسوش انه يفضل يشري هكا الخيارات اللي كيكونوا رقيقين. كيكونوا دائما ما فيهمش الزريعه بزاف لداخل. انا قطعته بهذا الشكل اللي هو خصو يكون هكا شويه كبير. الشرائح ديال هاد الحوت اللي هو هاد الشرائح، وكنقطعهم بهذا الشكل، يعني كل وحده كنقطعها على 3. وكما ذكرت قبل كيمكن لكم تعوضوهم يا اما بالكروفيت ولا بشرائح ديال الصدر ديال الدجاج ولا ديال الديك الرومي اللي متوفر. صافي كنقطع هو باش كيجي حتى المنظر ديال الشلاضه زوين. كنحاولوا نقطعوهم كلهم يكونوا في واحد الشكل اللي هو متقاد، يا اما غير صغير ما غيجيوش زوينين، يعني كنقطعوهم في شكل اللي هو بهذا الشكل المقدود اللي انا درتهم، ويكونوا بطريفات مقادين. مطيشه انا حاولت ناخذ هاد المطيشه اللي روميه شكلها طويل، حيت كتكون فيها اللحم بزاف، ما كيكونش فيها داك الماء والزريعه كثيره، وكيكون يعني ملحمه من الداخل بزاف. صافي قطعتها على نفس القياس اللي قطعت داكشي اللي قبل. في الاخر كما ذكرت انا درت غير وحده، استعملت غير شلاضه وحده، ما غير مطيشه وحده. ما عرف مالي اليوم كنتلف كنتلف في الهضره. كملت بقاو لي شي وحيدات من الشرائح ديال فواكه البحر، انا كملتهم زدتهم من الفوق. كنخلط كلشي باش يعني يبقاو مقادين، كلشي كاين من التحت وكلشي كاين من الفوق باش يتخلطوا مع بعضياتهم. غنضيف الزيتون، هذا الفرماج اللي ذكرت لكم قبل اللي هو ديال الماعز، بصراحه فيه واحد البنه خاصه، فيه بنه خاصه وكيجي بنين للناس ديال العشاق ديال الاشكال ديال الفرماج.
كنحيد ليه دائما هاد البلاصه كتكون هي اللي كتكون كتحميه باش ما كيخسرش. كنحيد غير اللي لتحت، اما اللي في الجناب كنخليها لانها بصراحه كتزيد تعطي بنه زوينه. وكيمكن لكم تعوضوه باي نوع عندكم الفرماج، اي نوع اللي نتوما بغيتو من هاد الانواع الفرماج غتعوضوها به. يمكن لكم ديروا حتى فرماج حمار، حتى طريفات ديال موتزاريلا، طريفات هكا مقطعه طريفات، حيت ماشي ضروري يكون متوفر هاد النوع عندكم. صافي انا قطعته بتقطع، كيبقى كل واحد بالشكل اللي هو باغي. صافي كنخلي هاد الشيء دابا على جنب. من بعد باش نرجع معكم ملي غنبغي نقدم هاد الحامضه غنكون يعني عصرتها. دابا غنرجع للوصفه الثانيه اللي انا احتاجيت لها بطيطه اللي بهذا القياس هكا، كتكون هكا بطيطه مقدوده. هذه لاصوص غوز اللي انا خديت من اللي صايبت قبل، وعندي كاس ديال الحليب، شويه ديال المعدنوس ولاصوص ديال الحار، حيت هذه الوصفه كتبغي تكال بالبنه حاره، وداك الكاس الحليب باش كنخفف باش لاصوص ما تبقاش ثقيله. هادو انا قبضت كلهم قطعتهم من قبل وخليتهم بحال هكا حتى الوقت اللي انا قريبه باش نقدم، حيت هذه كيخصها تكون سخونه يعني مقبله سخونه ماشي بارده. قطعتهم بحال هكا وغطيتهم حتى الوقت اللي انا غادي نبغي نستعملهم عاد غادي نهزهم. صافي هنا ديك لاصوص اللي زدت فيها شويه ديال المعدنوس، نقيطات من الحار. والحار الا كتبغيو الحار زايد كثروه، حيت هذه الوصفه كتبغي الحار، كتبغي تتكال بنه الحار. اللي كيبغي الحار بزاف غيزيد كتر، انا ما كثرتش بزاف حيت ما كنبغيش الحار بزاف. صافي خلطت داك الحار وزدت الحليب، بقى لي داك شويه من داك نصيص الكاس اللي كنت، وزدت عاوتاني شويه الحار. صافي وكنخلطها حتى تتولي هكا بهذا الشكل اللي نتوما كتشوفوا خفيفه. هاد اللقطه تعاودت ليا لان كانت عندي تكون من قبل وتعاودت ديال انني درت المعدنوس هادشي كله درته قبل، وكنزيد واحد شويه ديال لاصوص كاتشوب باش كتعطي داك اللون شويه حامي، باش كتحمي هذه لاصوص برابه ماشي كاتشوب، كنعتذر. هاي انا عاد دابا درت كاتشوب، يعني كنزيد من لي صوص بجوج باش نحمي اللون ديالها والمذاق باش كيجي قوي. وبالنسبه للحار اللي كيبغي الحار كتر يزيد كتر يكتر الحار، حيت هاد الطبق ديال هاد المقبله كتبغي تكال بنه حاره ماشي بنه هذا يعني البدا ديالها والسر ديالها هي ديك اللمسه الحار اللي كتكون حاره بها. انا دابا غطيتها بهذا البلاستيك بالسلوفان باش ما تاخذش واحد اللون يعني غامق في الوجه ديالها. راكم شفتوا معايا من قبل كنوجد كل شيء وكنخليه حتى الوقت اللي غنبغيو ناكلو، يعني غنقدموا الطبق. صافي انا ما هذه درتها في عندي في هاد القلايه الهوائيه. كيمكن لكم تقليوها في الزيت عاديه، ديروا الزيت سخون بحال كنقليو بطاطا عاديه، غير انا درتها في هاد القلايه الهوائيه لانني متوفره عندي استعملتها فيها، وبصراحه اقتصاديه على الزيت. البطيطه كنقسمها هكا حيت واخا قسمتها بالموس بقات ملاصقه، فرقتها على بعضياتها كامله. غنرشها هاد الزيت راه فايته وريتها لكم في شي وصفه عندي كنت استعملت القلايه الهوائيه. هذه زيت بلديه، وانما كدير غير هكا واحد الرشيشه كتكون كافيه. عرفتي راه منين كتقلى راه كتخرج لك في وجهها كتبري كانك قالياها في ما عرف شحال ديال الزيت، وهي غير جهد معلقه هكا. ما عندكمش كديروا واحد المعلقه الزيت روميه ديروها تقلبيها في هذه القلايه. صافي انا صايبتها خليتها كتوجد بيد من هي كتقلى. انا غادي نقطع مشيت معكم الوصفه الثالثه اللي انا عندي هنا فيها هاد القلوب ديال النخل البالمي، وبصراحه زوينين وشي حاجه يعني مذاق اللي هو مختلف. هذه كما ذكرت قبل الوصفه اللي هي اسبانيه، كيف ما انهم الحالات ما توفروش عندكم. نفس البطاطا اللي انا درت قبل الصغيره، كتاخذوا نفس البطاطا هكاك صغيره وكتقسموا كل وحده على 3 وكتسلقوها وكتستعملوها في بلاصه هاد لي بالمي. صافي وهنا عندي لاصوص بيضه اللي انا خليت لاصوص المايونيز اللي خليتها باللون الابيض، زيت في الاول.
باش نقدم هاد الطبق كنقطع الورقات ديال الخس كيبقاو للتزيين تيجيو زوينين، وفي نفس الوقت كناكلوهم لان ديك لاصوص مايونيز اللي انا غندير فوق منهم كتعطيهم مذاق زوين. كناكلوهم هما والبالميه في نفس اللحظه كيجيو زوينين. الخليط بينات الخس والبالميه كيجيو زوينين. دوك الدائرات اللي غنقطع هادو البالميه غنقطعهم على شكل دوائر. انا في الاول هاد التقطيعه الاولى راني قطعتها شويه غليظه، ومن بعد راه رققتهم. في بلاصه اللي غنقسم هاد النص على 3 في الاخر قسمته على 4 باش ما يجيوش غلاظ بزاف. بصراحه مني كنخلطوا ما بين اطباق اللي هما من دوله واحده اخرى وديالنا حنا كيكون واحد المزيج اللي كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه بصراحه، وكيعطي واحد لمسه خاصه لاي طبق. صافي انا دابا استفتو بالشكل اللي انا باغا نقدمو به، وكذلك غادي نغطيه بالسلوفان حيت هادشي كيمكن لكم توجدوه على اتساع ويبقى ما كديروش فوق منه ديك ليصوص ديال المايونيز اللي هي صايبت لهم، ما كتحطوهاش ديك الساعه، كتخليوها حتى للساعه التقديم عاد تديروها فوق منهم باش تقدموا. صافي هكا كنت موجده كل شيء. انا دابا رجعت معكم للتقديم، وصلت الوقت اللي انا غادي نوجد الغدا ديالي في الطبله. صافي انا مشيت كندير دوك اللمسات الاخيره. كما ذكرت قبل انا استعملت هذا الفرماج هذا ريكوفور اللي وريتكم من قبل. دابا غنحل وغندير هنايا طريف، درتو ضربته بشويه بالطراب ورجعت. انا استعملت غير النص ديالها باش ما يجينيش مجهد بزاف، واللي كيبغي البنه قويه يستعمل هاد سميتو كامل. راه عندنا حنا في مرجان وفي لي سوبر مارشي كتشريه بالغرامات، 100 غرام ولا داكشي اللي انت باغي كتشريه. صافي منين ضربتو انا وشفتو كيولى شكلو كله كريمي نغطي هاد الدوائر ديال البالمي خصهم كاملين يتغطاو. انا غنغطيهم كاملين وغنرجع معكم. كنحاول دائما الا بقات شي وحده بانت لي ما مغطياش كنهز هاد المايونيز وكنديرها فوق منها. هاد المقبله كتبغي هكا المايونيز تكون شويه كثيره ما تكونش قليله. وحتى ديك البنه ديال الفرماج ريكوفور عرفتي راه انا بصراحه كنحماق عليها، كتعجبني هاد لاصوص نديرها حتى مع الفيليتي ديال الدجاج ولا ديال اللحم، عرفتي كتجي صوص معاهم زوينه. كنزين بشويه ديال المعيدنوس. وهاد الطبق ديالنا واجد بصراحه راه زوين، اطباق اللي هي زوينه وبنينه وحاجات اللي هما مختلفين. صافي البطاطا ديالي وجدات. انا في هاد القلايه اللي عندي هنايا هذه ما كنحتاجش نقلب لان كتعطيني العافيه من الفوق ومن التحت. شفتو كيخرج راه غير بديك المعلقه الزيت، شفتو كيبري كانني قليته في الزيت. هو راه غير ديك الرشه اللي نتوما شفتو درت كيخرج مقرمش وكيخرج زوين. صافي وهنا غنمشي لاصوص اللي خليت الغوز اللي درت فيها الحار ووجدت معكم من قبل. حتى هي كنعاود بنفس الطريقه اللي درت في هذا في المقبله اللي صايبت قبل، بنفس الطريقه كنغطي الطبق كله. البطاطا كلها خصها تغطى ليا بهاد المايونيز. صافي ها هو انا دابا وجد غنمشي نصايب لاصوص فينيغريت لهاد الشلاضه. هنا عندي ديك الحامضه انا عصرتها تبارك الله، عطاتني خير ربي ديال العصير ديالها. كنزيد لها البزار، الزويته. انا هنا كنستعمل الزويته بلديه وانما راها غير خفيفه حيت ما نبغيوش ديك البنه ديال البلديه مجهده. من الاحسن اللي ما عندوش هذه يدير غير الروميه العاديه. كنضيف المليحه وشويه ديال المعيدنوس وكنخدمها باش كنحصل على واحد لاصوص فينيغريت. انا ملي كنخدمو هكا بالفرشيطه كتولي شي شويه ثقيله. صافي وكنسقي بها هاد الشلاضه كامله. انا هنا راكم شفتوا دابا غنخلط باش يدخل، باقا ما حطيتش الفرماج وما حطيتش البيض.
لان كندير الفينيغريت غير فوق من هاد هاد الشيء اللي درت، المقادير اللي درت هاد سميتو، كنحاول نخلطهم مزيان باش كيتلبس ديك لاصوص فينيغريت، كتلبس لكلشي وكيجي كلشي بنين. دابا من بعد انا دابا عاد غادي نزين بالطريفات ديال الفرماج وبالطريفات ديال البيض. وكنتمنى قبل ما يسالي الفيديو اللي ما ضغطش على الزر ديال الاعجاب، جزاك الله كل خير، شجعني و... وباش الفيديو ديالي والوصفات ديالي توصل بزاف ديال الناس و... وتشجعوني حتى انا باش نعطي اكثر. مع فمالي اليوم راني مع فمالي ما قداش تنهضر، الفيديو كله مسجله وانا تالفه ما كنتلف في الهضره. ها النتيجه النهائيه اللي انا حصلت عليها وبالصحه والراحه الا جربتوا الوصفه ديالي، والى فيديو قادم ان شاء الله بوصفات جديده.